السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعي شواز راديو، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو غادي يكون على طريقة تحضير العسل في المنزل. عسل ناجح 100%، مكونات متوفرة، مقادير مضبوطة، وغادي نعطيكم ان شاء الله جميع النصائح والمعلومات باش ملي تطبقوا الوصفة تنجح معكم. كنت نزلت لكم العسل السنة الماضية، وكان الحمد لله نال إعجاب الكثير من الأخوات، وبزاف اللي جربوه ونجح معهم. وكان فيه مكون ديال المسكة الحرة والجليكوز اللي كيعطيوه واحد القوام زوين بزاف. اليوم ان شاء الله غادي نحضروه الطريقه العاديه. غادي نحتاجو هنايا القالب ديال السكر. هنا ممكن تستعملوا القالب ديال السكر او ممكن تستعملوا 2 كيلو ديال السكر سنيده. انا كنفضل العسل تستعملوا القالب ديال السكر، كيجي العسل ديالو زوين. وهنا عندي حامضه كبيره اللي قطعتها كدوائر، وكتحيدوا لها هذوك العظومه اللي كيكونوا فيها. ضروري تنقيو هذوك العظومه بحال ما يطلقوش لكم المروره في العسل. وبالنسبه للقرفه من الافضل تستعملوا هذا النوع هذا اللي كيكون ملوي، ماشي داك العواد القرفه العاديين. فإلا ما كانتش متوفره عندكم غتستعملوا غير القرفه العاديه. كنديروا هنا عويدات ديال القرفه، وغادي نستعمل لتر ديال الماء. هنا بالنسبه للطريقه كنفرغوا الماء فوق القالب ديال السكر بحال هكا. هنا الا كنتو بغيتو السكر يذوب لكم بسرعه فكتخويو الماء يكون دافي. انا هنا خويت غير الماء بارد. هنا كترفعوا يدكم شي شويه وكتفرغوا على القالب السكر باش كيهبط الماء في الوسط ودغيا كيذوب لكم السكر. بالنسبه لهاد الطريقه هذه فتقدروا ديروا هكا الماء فوق السكر وتخليوه ليله كامله، وفي الصباح عاد طيبوه كتلقاو السكر دايب. من الاحسن تخليو السكر يذيب على خاطره. والا كنتم مزروبين كيف ذكرت فغادي تسخنوا الماء وتخويوه على السكر. انا هنا راه ما خليتوش مده طويله، خليته تقريبا غير شي ساعه ما كاملاش. هنا راه قرب يذوب ليا السكر صافي. من بعد ما داب السكر غادي نسدو على الكوكوط. في الاول كنديروا عافيه مجهده غير كتبدا كتغلي، يعني فاش كيبدا هذا الخليط كيغلي ديك الساعه كنقفلوا على الكوكوط وكنديروا عافيه تكون مهيله بزاف. فملي كتبدا الصفاره ديال الكوكوط كدور كنحسب ليها 40 دقيقه بالضبط. كنحسب ليها 40 دقيقه ومن بعد كنحيد وكنشوف باش كنتاكد من العسل واش قريب يوجد، واش خصنا نزيدو ليه. انا هنا من بعد ما دازت 40 دقيقه. بالنسبه للطريقه باش كنعرفوا العسل واش قرب يوجد ولا مازال، من اللون ديال الحامض. هنا اللون ديال الحامض باقي ماشي غامق بزاف، فبان لي بلي مازال خاص العسل يزيد يطيب شويه. غادي نسد على الكوكوط وغادي نخليها تقريبا ربع ساعه على عافيه مهيله بزاف. فهنا من بعد ما دازت ربع ساعه كنحصلوا على هذا العسل بحال هكا. انا هنا نوري لكم الحامض باش تعرفوا اللون ديالو كيفاش رجع. كيرجع طايب معسل واللون ديالو غامق. هنا راه في الكاميرا مكيبانش اللون ديالو غامق بزاف. صافي ملي كيوصل الحامض لهاد الدرجه هذه ديال اللون كنحبسوا الطياب وكنخليو الكوكوط محلوله. كنغطيوها غير بشي منديل. من الاحسن ما ديروش الغلاقه ديال الكوكوط فاش تطفيو العسل، لان كيرجع هذاك البخار كينزل في العسل وكيجري لكم العسل كيخسرها. فهكا ملي كتطفيو على العسل ديالكم كتغطيو الكوكوط بواحد المنديل، تخليو العسل حتى يبرد تماما. ما تحكموش على العسل ديالكم وهو باقي يلاه سخون، بطبيعه الحال راه كيكون جاري. هنا العسل من بعد ما دازت ليله كامله وبرد تماما كنحصلوا على عسل ثقيل
وناجح 100%. وهنا كنوري لكم الحامض من بعد ما كيبرد العسل كيفاش كيرجع على هذا الشكل هذا، لان الحامض هو كيف ذكرت لي كيحدد لينا واش العسل طايب مزيان ولا لا. وفي حاله الا لقيتوا العسل ديالكم يعني حتى برد ولقيتوه باقي خفيف، فما تخافوش، غادي ترجعوه فوق النار وديروا واحد النار مجهده، غير كيغلي واحد شويه تقريبا غير 4 دقائق، ما تفوتوهاش، ولا 5 دقائق على عافيه مجهده كيغلي صافي، وكتطفيو عليه تخليوه حتى يبرد، غادي يرجع عندكم العسل ثقيل. وفي حاله الا لقيتوا العسل ديالكم من بعد ما برد تحجر يعني كيرجع السكر، فهذا كيعني انكم ما طيبتوش العسل ديالكم مزيان، ما خليتوش خدا الوقت الكافي ديالو في الطياب. فما تخافوش، غادي ترجعوه فوق النار وتديروا معاه شويه ديال الماء او شويه ديال عصير ديال البرتقال، يعني غادي تزيدوا فقط شي نص كاس، اما نص كاس ديال الماء ولا نص كاس ديال عصير البرتقال، وغادي تسدوا على الكوكوط ديالكم وترجعوه يطيب، ولكن ما تخليوش كيطيب بزاف. دائما غتسدوا الكوكوط مثلا 10 ديال الدقائق او 5 ديال الدقائق، ربع ساعه، ما تفوتوش هاد المقدار هذا ديال الوقت. وكل مره كتحلوا الكوكوط وكتشوفوا الحامض واش اللون ديالو غمق شويه ولا باقي مذهب، وانتوما هكا كل مره كتسدوا الكوكوط كدور الصفاره شويه، عاوتاني كترجعوا تحلوا حتى كتوصلوا لهذاك الدرجه ديال اللون اللي نتوما بغيتوها. المهم هذا هو الشكل ديال الحامض. وبالنسبه لهذا الحامض هذا راه زوين بزاف، تقدروا تستعملوه حتى في لي كيك، كيجي لذيذ بزاف، كيكون معسل، ما ترميوهش، راه عنده عده استعمالات. وبالنسبه لطريقه الاحتفاظ بالعسل فكديروا في واحد القنينه ديال الزجاج اللي كتكون كتسد مزيان، وكتخليوه في واحد المكان في المطبخ بلا ما تحطوه في الثلاجه، كيبقى زوين بزاف. بالنسبه لهذا العسل هذا انا غادي نستعملو للشباكيه، فبالنسبه للعسل ديال الشباكيه من الاحسن ما ديروش فيه هذاك القوام بزاف، كيف كتعرفوا كنديروا هذيك زهره الباديانه وكنديروا اتاي او يعني بزاف ديال الاعشاب المنسمه. فالعسل ديال الشباكيه من الافضل ما يكونوش فيه اعشاب منسمه بزاف. وإلا بغيتوا العسل يكونوا فيه الاعشاب المنسمه وبغيتوا العسل يكون منسم فالشباكيه ما تكثروش فيها دوك القوام بزاف، النفاح حبه حلاوه، يعني ما تكثروش فيها داك القوام بزاف لان كتجي مجهده بزاف، وحتى في القلي ديالها صراحه كتدوخ. فإلا كان العسل فيه القوام الشباكيه نقصوا لها المنسمات. هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطيكم. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو وجربوا العسل وينجح معكم ان شاء الله. خليتكم على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله، تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.